اسمعوا يا جماعة، اليوم راح أحكي لكم قصة وصلتني من وحدة من المتابعات وبتحكي فيها عن هم كبير بتحمله من سنين. اسمعوا للنهاية، وإذا بتحب تساعده اكتب بكومنت نصيحة أو كلمة طيبة. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي سهام، عمري 26 سنة، عندي أخت أكبر مني بسنة اسمها منار. منار من وهي وصغيرة كانت بتعاني من مشاكل صحية، عندها سمنة زايدة وعندها تقوس بظهرها، وكمان رجلها اليسار فيها مشكلة بتخليها تعرج شوي وهي ماشية. أبوي كان دايما يشوف إنه كبرنا وصار لازم يفتك من مسؤوليتنا، لازم نتزوج ونطلع من حياته. كان قاسي كثير معنا، ما بيحن علينا، وخصوصا لما نطلب منه أي إشي، ملابس أو احتياجات كل بنت بعمرنا بتحتاجها. كان يعاملنا بجفاف كأنه إحنا عبء عليه. كان دايم يردد أبوي: متى الله يفكني منكم ومن مصاريفكم، رغم إنه جواته طيب، بس عمره ما حاول يبين هاي الطيبة، ولا مرة حسسنا إنه حنون. أما أمي، الله عليك يا أمي، كانت الحضن، كانت الحنية، وكانت الأمان. كانت بتخاف علينا أكثر من نفسها، لدرجة إنها قاطعت كل أهلها بس لأنهم بيوم حكولها بناتك متى بيتزوجوا، ومن وقتها ما رجعت تحكي مع أي حدا منهم. كانت مثل كل أم تتمنى تشوفنا عرايس، بس كاتمة هاي الأمنية بقلبها، لحد ما بيوم من الأيام دخل علينا أبوي، وجهه كلياته فرح وعيونه بتلمع، وهو قاعد يبشر أمي إنه في عريس جاي يخطب منار. بس الفرحة ما كانت عشان منار، لا، كانت عشان العريس ابن صاحب التاجر، والتاجر هذا له دين كبير على أبوي وساكن، وكان أبوي بيحلم إنه هذا الزواج يتم عشان يطلع بفايدة من هالعيلة. التاجر بصير جد أولاد بنته، ووقتها وضع أبوي المالي راح يتحسن. بتستغربوا، بس هيك الحياة، كل إشي محسوب، كل خطوة لازم يكون وراها مكسب، حتى بالعلاقات الإنسانية. وأجا يوم الخطوبة، بلشنا نجهز أختي منار، والمسكينة كانت خايفة، كانت تبكي وتقول: بتتوقعوا إنه ينعجب فيا؟ طيب بخاف يشوفني متينة، بخاف ينتبه لتقوس ظهري. لكن كانت تقول: بس وش أسوي بمشكلة العرج اللي برجلي؟ يا الله، والله كنت حاسة بالقلق وبالوسواس. كانت تتمنى إنها تتزوج، بس بنفس الوقت كانت خايفة إنه الخاطب يرفضها، وساعتها ممكن تتحطم نفسيتها تماما. الساعة كانت تقريبا 8 بالليل. وصل الخطاب على بيتنا ودخل مع أبوي على مجلس الضيوف. بعد ربع ساعة تقريبا أبوي أشر لمنار إنها تدخل ومعها أكواب العصير، وفعلا دخلت أختي منار، وأنا وأمي كنا واقفين ورا الشباك الداخلي نتجسس عليهم ونشوف شو بيصير. ولاحظت وقتها إنه الخاطب قال لأختي: وقفي، والمسكينة وقفت. رجع سألها: كم وزنك؟ قالت له بخجل: وزني 85. رجع حكى لها: ارفعي شعراتك لفوق، ارفعي شوي وارجعي لورا. ومنار المسكينة وجهها صار أحمر، رفعت شعرها وبلش يبين عندها الفراغات والعيوب اللي بمقدمة رأسها. وبعدين حكى لها: خلاص عادي، تقدري انه تروحين، ادخلي لجوا. يا الله، اقسم بالله حسيت بقهر الدنيا كلياته بجسمي. كان يتعامل مع اختي وكأنها خروف او بهيمة او سلعة جاي يشتريها، وكان يسألها اسئلة محرجة بدون اي احترام او تقدير. والمؤلم اكثر انه ابوي قاعد معهم وساكت، ولا نطق باي كلمة، كأنه راضي بكل اللي بيصير. واحنا نطل من الشباك انا وامي ما كنا نقدر نشوف وجه الخاطب، لانه كان هو وابوي قاعدين تحت الشباك تماما. ما كنا نشوف غير منار المسكينة وهي عم تنهان وتتبهدل قدامهم بهاي الطريقة. رجعت اختي والدمعة بعينها وهي بتقول: شكلي ما عجبته، واضح من كلامه لما قال لي خلاص روحي ادخلي. المسكينة منار دخلت الحمام وكنت أسمع صوت بكاها. بعدها أجا أبوي، سألته أمي: بشر، شو قال الولد؟ كان وجه أبوي حزين وقال ما في نصيب. وبلش أبوي يصرخ على أمي ويقول: ليش تلبسون هاي الدبة؟ ليش تلبسونها فساتين ضيقة؟ الحين انتو ما بتعرفوا إنها بحجم البعير وتلبسوها فستان قصير؟ يا رب رحمتك، يا رب أختي منار ما تطلع من الحمام وتسمع كلام أبوي اللي فتت الصخر. هذا أب يا ناس، في أب بحكي هيك عن بنته؟ المهم بتكمل صاحبة القصة وبتقول: مرت 4 شهور
ورجع الهدوء لبيتنا، والحمد لله قدرنا نطلع منار شوي شوي من هاي التجربة ونسينا كل اشي. لكن قبل 4 أيام اتفاجأنا بخبر غريب من أبوي، بيقول إنه نفس الولد اللي أجا يخطب منار قرر هاي المرة يشوفني أنا، وقرر إنه يخطبني أنا إذا عجبته. نعم، أنا بعد اللي عمله بأختي منار جاي الحين بده يخطبني. ما بستحي. قلت لأبوي أنا ماني موافقة ولا بدي إياه، لو إنه آخر رجال بالدنيا. جن جنان أبوي وصار يقول لأمي كلمي بنتك هالمجنونة تتجهز الليلة، الولد راح يجي الساعة 8 ولازم يشوفها بأحسن حال، ولا والله لأقلب هالبيت على روسكم. أمي كانت مرعوبة، بتقول حاضر حاضر لا تخاف، وتأشر لي بإني أسكت. وبلشت أختي منار تحكي لي اتجهزي يا حبيبتي، هذا نصيب والخير الله يعطيك إياه. بس لاحظت كان في ابتسامة غريبة على وجهها. الساعة صارت 8 ووصل الرجال، وبعد ربع ساعة طلب مني أبوي أدخل العصير. ما راح أكذب، لبست أسوأ ملابس عندي، شعري تركته عادي، لا مكياج ولا أي إشي. كل هم أبوي كان إنه يتم هالزواج، مش مهم أنا ولا أختي ولا كرامتنا، بس بده يتقرب من عيلة هذا التاجر. دخلت المجلس وقدمت العصير، وهون انصدمت. هذا هو الخاطب اللي أهان أختي، اللي قامها وقعدها. أنا وأختي طولنا 175 والطول حلو، بس هذا وهو قاعد على الكنباي رجليه ما بتلمس الأرض، متعلق مثل الطفل، راسه كبير وجسمه صغير ومغطي وجهه بكمامة، مش مبين غير عيونه، وعيونه كبار بطريقة مخيفة. منظره كان مرعب، والله أسوأ منظر بشوفه بحياتي. بتكمل سهام وبتقول أنا كنت مصدومة من اللي شايفته، بس واضح إني عجبته. كان مبسوط وبيقول لأبوي خلص يا عم أنا موافق. وبلش يسألني كم عمرك يا حلوة؟ قلت له 26. وإنت؟ حكالي 29. رجعت سألته كم طولك؟ انفجر وقال وش تبين تفصيل؟ تبوني أدخل تجنيد؟ احمدوا ربكم إنه في رجال جاي يخطب. قلت له طيب ليش لابس كمامة؟ ليش ما تشيلها؟ صار يضحك ضحكة طويلة وغريبة ومرعبة. دخلت وأنا مجروحة من تصرف أبوي، ورحت لعند منار وقلت لها من جدك كنت زعلانة على هذا المعاق؟ ضحكت وقالت لي المهم ايش قالك؟ قلت يا خوفي يوافق، والله انه خايفة، حاسة انه راح يوافق. صرت ادعي يا رب انك تصرفه عني. وطلع الولد من البيت. دخل ابوي وعيونه بتلمع من الفرحة، وقال لامي الف مبروك، خلص الولد خطب رسمي. كان طاير من الفرحة وكأنه حقق انجاز. دخلت الصالة وابوي بيحكي لي مبروك يا بنتي، مبروك يا حبيبتي، الولد وافق. قلت له بس أنا مش موافقة. هون جن جنونه، قال ومين قالك إنه إلك رأي أصلا؟ أنا وافقت وخلص. حكيت له يعني المهم هو يشوفني ويوافق، وهو حتى رافض إنه ينزل الكمامة. أنا ما راح أوافق إلا إذا أجا وشفته بعيوني. أبوي صار يصرخ فهمي بنتك قبل ما أذبحها، ما عنا شوفة شرعية، الرجال هو اللي بيجي وبشوف البنت، إذا وافق خلاص انتهى كل إشي. أمي المسكينة بتحاول تقنعني يا بنتي هاد نصيبك، خلصينا من وجع الراس مع أبوكي. بس أنا كنت رافضة، حلفت ما أتزوج إلا إذا شفته. يا ناس يا عالم، أنا اللي راح أعيش معه، أنا اللي راح أفيق وأنام على وجهه. مستكثرين علي إنه أشوف مين يلي راح يشاركني حياتي. والله حاسة نفسي بموقف ما بينحسد عليه. والله شكله مخبي إشي، راسه كبير وعيون صغار ومصر إنه يظل لابس كمامة. أرجوكم أرجوكم لا تضحكوا علي، أنا محتارة خايفة وموجوعة، ساعدوني شو أعمل. ولهون يا أصدقائي بنكون انتهينا من القصة. بتمنى منكم تتركوا آراءكم أو نصائحكم تحت بالتعليقات. إلى اللقاء أصدقائي، في أمان الله.